تفاصيل عقد النادي الاهلي مع اديداس. بص يا معلم، العقد مدته 3 سنين ب 8 مليون دولار. هل النادي الاهلي هياخد 8 مليون دولار دول في جيبه؟ لا، هياخد كل سنه نص مليون، يعني على الثلاث سنين مليون ونص. بقيه الفلوس الستة ونص دول بياخد بيهم ملابس، بالاضافه الى 25% من بيع الملابس في الستورز بتاعت اديداس حوالين العالم. 25% دول بيدخل للنادي الاهلي نسبه بسيطه، لان احنا معظمنا بنلبس مضروب يعني. طب هل النادي الاهلي اترقى في الهرم بتاع الرعايه زيه زي روما او جلاتا سراي؟ لا، النادي الاهلي موجود زي ما هو. تاني حاجه، النادي الاهلي بيلبس نسخه جماهير. النسخه اللي انت بتلاقيها على لعيبه النادي الاهلي ديت انت ممكن تروح تشتريها من الستورز مثلا ب 4 5000 جنيه. لان النادي الاهلي لو لبس نسخه اللعيبه الستة ونص مليون دولار دول بتوع الملابس مش هيكفوا، خاصه ان هم متوزعين ما بين افريقيا والدوري المحلي. التيشيرت بتاع افريقيا بيبقى مختلف، لان انت بتطبع اسم اللعيبه من ورا وقصه كده برضو في حكايه الرعايه. طب هل النادي الاهلي ممكن يتنقل في الهرم خلال المرحله الجايه؟ ده اللي المفروض الاهلي بيتفاوض عليه، والكلام ده حصل وشركه الكوره بتتفاوض.